انت بتاخد وجبه و200 جنيه ولا انت اصلا زملكاوي ولا ايه حكايتك؟ هقول لك يا عم حكايتي، بس بالله عليك ما تزعل. وقسما بالله انا ولا باخد وجبه ولا باخد جنيه من النادي ولا انا زملكاوي اصلا. طب تاخد التقيله بقى. وقسما بالله النادي الوحيد اللي كنت بشجعه قبل بيراميدز هو الاهلي، وعمري ما قلت ان انا كنت بشجع الاهلي لان انا بستعر جدا من الموضوع ده. حرفيا كل ما بفتكر ان انا كنت بشجعه بستحقر نفسي جدا وبقرف من نفسي بجد. احنا كنا عيال صغيره طلعنا لقينا فريق بيلبس احمر، مصر كلها بتشجعه، بيكسب على طول، عنده ثقه في نفسه غريبه، الدنيا ماشيه معاه زبادي في الخلاط، فهوب يلا بيب بيب انا اهلاوي. ما ده حرفيا اللي حصل مع الشعب المصري كله. اللي حصل بعد كده ان انا ربنا رزقني بشويه وعي، شويه فهم قد كده، فبطلت فورا اشجعه. اي اهلاوي ربنا هيرزقه بشويه وعي وفهم قد كده هيبطل فورا يشجع الاهلي. ده انا بطلت اشجعه من قبل ما يبقى فيه بيراميدز اصلا. يعني انا بطلت اشجع الاهلي في 2016، وما انكرش اني حاولت اشجع الزمالك بس ما عرفتش، مع ان شرف كبير جدا ليا ان انا اشجع الزمالك، بس حرفيا يعني حاولت اديله مشاعر ما حسيتش ناحيته حاجه، فما عرفتش اشجع الزمالك. وفضلت على الحال ده سنتين لحد ما ظهر بيراميدز، وطبعا انت عارف ايه اللي حصل بعد كده. انا من قبل ما يختاروا الشعار بتاع النادي، من قبل ما يكونوا فرقه، من قبل ما يلعبوا ماتش واحد، وانا خلاص بقيت بيراميدزاوي متعصب. طب تاخد التقيلة قوي بقى، 90% من البيراميدزاوية اللي هم اللي عندهم انتماء للنادي وبيقولوا على نفسهم بيراميدزاوية كانوا أهلاوية. أو قسما بالله أنت ما تخليش دماغك تسوحك في إن واحد بيشجع نادي زي نادي الزمالك هيغير فجأة انتمائه وينتمي لنادي تاني. مستحيل. هي تحصل من أهلاوي لكن زملكاوي، الزملكاوي هتلاقيه بيتعاطف مع بيراميدز، بيحب بيراميدز، بيشجع بيراميدز، بس ما يقولكش أنا بيراميدزاوي، ما ينتميش لبيراميدز يعني. لكن بتحصل من الأهلاوية عادي، لأن الأهلاوي لقى في حاجة ناقصة في الأهلي. طب خد اللي جاية دي بقى. الجمهور الوحيد في مصر اللي عنده استعداد ياخد فلوس ويشجع نادي غير النادي بتاعه هم الأهلاوية. أو قسما بالله وقدام عيني. يعني انت بتعترف يا جون ان بيراميدز بيدي فلوس للناس اللي بتشجعه؟ بس مش ليا، للاهلاويه. يعني انا وطقم البيراميدزاويه بنروح نشجع وبنمشي، الاهلاوي بيروح يشجع وبيقعد يستنى الحساب. لا وايه، ما بياخدش وجبه و200 جنيه والشغل ده هي 100 جنيه وبيضحك عليه في 20 جنيه بياخد 80 وبيبقى مبسوط بيها فشخ، بيبقى طاير من الفرح. وقسما بالله ده اللي بيحصل. اقول لك ايه تاني بقى؟ اقول لك ايه واعد لك ايه؟ ما مش عارف، انا مش عارف، انتوا بتحطوا نفسكم في مواقف بايخه قوي. فبالله عليكم يا جدعان نعمل شير عشان الكلمتين دول لازم يلفوا مصر كلها.